عمرك حسيت انك بتشتغل كتير وبتكسب بس فلوسك بتطير ومش عارف بتروح فين؟ خليني اقول لك ان ده مش سوء حظ ولا حاجه، ده نقص في الذكاء المالي. في تقرير اتعمل من كويك بوكس بيقول ان اغلب اصحاب المشاريع الصغيرين بيقعوا، بس مش بسبب مبيعات، بيقعوا بسبب سوء اداره الفلوس. يعني المشكله مش في الشغل، المشكله هنا في طريقه التعامل مع الفلوس. خليني اقول لك ازاي تدير فلوسك في البيزنس. اول حاجه افصل ما بين فلوسك الشخصيه وفلوس الشغل، لان الاثنين لو دخلوا في بعض مش هتعرف انت كسبت ولا خسرت، ودي بتسبب مشاكل كبيره جدا. وتاني حاجه اعرف مكسبك الحقيقي كام، لان مش كل اللي داخل فهو مكسب. في مصاريف خامات، شحن، بنزين، ادوات. احسب صح عشان تعرف تطلع تقارير مظبوطه. وتالت حاجه لازم تسجل كل جنيه داخل وخارج، ورقه بسيطه او شيت اكسل. المهم تعرف فلوسك رايحه وجايه منين، لان اللي مش بيسجل بيبقى على اول طريق النهايه. واتذكر ان بسبب الخطا ده جدي خسر توكيل بيبسي 1980، لانه كان بينسى انه يسجل وبيعتمد على الذاكره. ورابع حاجه ما تصرفش على الكماليات، اصرف على الحاجات الاساسيه اللي بتحرك شغلك. يعني اصرف على الشغل اللي بيجيب لك عميل، مش اللي بيعمل شكله وخلاص. وخامس واهم حاجه لازم يكون عندك احتياطي مالي، يعني تكون شايل على جنب شهرين او 3 من مصاريف شغلك، لان لا قدر الله لو حصل مشكله او ظروف تقدر تكمل من غير ما تقع. من الاخر كده الذكاء المالي مش رفاهيه، ده اللي بيحولك من شغل بيسترزق لبزنس واقف على ارض صلبه. ولو عايز تعرف اكتر عن بيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش، وده العالم من وجهة نظري.